مشاهدينا الفاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. الاستعداد للاحتفال بالذكرى 30 لعمليه فنقل التاريخيه. ظهور اسراب الجراد في اقليم جنوب البحر الاحمر. الإريتريون في المهجر يقدمون الدعم لأحد المعاقين. الصين لا تعتزم المشاركة في محادثات خفض الأسلحة النووية. العقد الماضي شهد أكبر خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية. الصين تحذر من سرعة تفشي فيروس كورونا القامض. مرحبا بكم إلى العناوين إلى التفاصيل. يحتفل بالذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية في الفترة من 7 وحتى 9 من فبراير الجاري تحت شعار فنقل للتنمية. وأشارت رئيسة لجنة الاحتفالات في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر في اللقاء الذي أجرته بهذه المناسبة التاريخية مع وكالة إيرينا إلى اكتمال الاستعدادات الجارية للاحتفال بهذه المناسبة. وأوضحت بأن البرامج تشتمل على المنافسات الرياضية كسباق الدراجات الهوائية والسيارات والدراجات النارية وألعاب القوى وبرامج ثقافية وسرادق أهلية، فضلا عن الاحتفال الرسمي. ووفق المعلومات التي أدت بها السيدة زينب، تم تزيين بعض الشوارع، كما بدأ سكان الضواحي الثلاث بمدينة مصوع في استقبال ضيوفهم بنصب الخيام الأهلية. وأشارت إلى أن المواطنين والإدارة يقومون بتنظيم أنشطة نفير جماعي لتزيين مدينتهم، فيما أكملت المرافق الخدمية وخاصة الفنادق استعداداتها لاستقبال الضيوف. وأفادت بأن العمل جاري لتوفير خدمات مواصلات متكاملة لزوار احتفال الذكرى 30 لعملية فنقل، والقيام بالرقابة اللازمة للمرافق الخدمية لتقديمها الخدمات بأسعار مناسبة. هذا وقد دمرت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا الآلاف من قوات الدرق الاستعمارية المرابطة في مسوع وضواحيها في الهجوم البري والبحري الذي شنته في الفترة من 8 وحتى 10 من فبراير عام 1990 بعملية بطولية عرفت بعملية فنقل، وحررت مدينة مسوع لتفتح الباب لكامل التحرير. أفاد مراسل وكالة إيرينا أن أسراب الجراد القادمة من أثيوبيا حطت بانتشار محدود يومي 20 و21 من يناير من منطقة رأس تارما وحتى أبو كليمة، ورحلت باتجاه البحر دون إحداث أضرار تذكر. وكانت أسراب جراد الأشجار القادمة من أثيوبيا قد ظهرت في الفترة من 12 وحتى 16 من نوفمبر في مديريات صرونة وسنعفي وعد قيح وميعيني وسجنيتي بالإقليم الجنوبي، والجراد الصحراوي في الفترة من 19 وحتى 22 من نوفمبر في مديريات قندع ومصوع وفرو بإقليم شمال البحر الأحمر، وتمت السيطرة عليه في وقت قصير بتضافر جهود خبراء وزارة الزراعة والإدارات والشعب وأعضاء قوات الدفاع. تجدر الإشارة إلى أن وجود إريتريا في منطقة تخيم عليها مخاطر الجراد جعل وزارة الزراعة تقوم سنويا بحملات الإبادة للجراد، ونتيجة لخلق الأمطار الشتوية الوضع المناسب لتكاثر الجراد والآفات الأخرى، إلى جانب أسراب الجراد القادمة من أثيوبيا يتطلب من وزارة الزراعة بذل جهود مضاعفة. هذا وتجرى حملات إبادة للجراد في مناطق مهاميمة وقرات وقلبوب والشعب ووقيرو وفرو في إقليم شمال البحر الأحمر، بإقامة نقاط المكافحة التي مكنت من السيطرة على يرقات الجراد قبل طيرانها ودون إحداث أضرار بالمزارع والمراعي. قدم الإريتريون المقيمون في هولندا دعما ماليا وعينيا لمواطن شاب يدعم لوغيتا مالاكي، والذي فقد نظره ورجليه وإحدى يديه عام 2006 وهو في عمر العاشرة، متأثرا بالمتفجرات التي خلفها المستعمر. وشمل الدعم المقدم للمواطن المعاق المقيم في قواقات بمديرية ابن حيلي مبلغ 26,000 نقفة ومقعد متحرك وملابس. وقال السيد أمانيل ليكزاو منسق برنامج الدعم أن الدعم جاء نتيجة الحراك التعبوي الذي قاموا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدتهم الوضع الاجتماعي والفني للمواطن مولوغيتا في تلفزيون إريتريا. وذكر المواطن المعاق البالغ من العمر 23 عاما بأن المواطنين المقيمين في مختلف دول المهجر يدعمونه ماليا ومعنويا، معبرا عن اعتزازه بهذه القيم الإريترية. تجدر الإشارة إلى أن الشاب مولوغيتا توقف عن التعليم بسبب الإعاقة، لكن جهوده لتطوير هواياته الفنية جعلته مثالا يحتذى به. هذا ويعيش المواطن المعاق مولوغيتا حاليا في مدينة مندفرة، حيث يتلقى التدريب الموسيقي تحت رعاية أخته والمواطن المحسن محرة آب أبرهة المقيم في كندا، والذي يتكفل بمصارفات إيجار بيته وإعاشته. وقد أصيب الشاب مولوغيتا بالإعاقة نتيجة انفجار قنبلة مرمية بعد ضربها بالحجر مع أخيه الصغير واثنان من أقرانه أثناء رعي الماشية بضواحي قريته نهاية عام 2006.
أعلن مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة عن تجمع سكان براداديما وأيروري في مكان وسط بفضل أنشطة التوعية التي جرت لتجميع القرى المتناثرة في أنحاء قدم لحازين وتمكين مواطنيها من الحصول على الخدمات الاجتماعية. وأوضح السيد عثمان عرفة بأن تجميع القرى من أولى الأولويات للمديرية لعدم إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية بدون التجمع، حيث تجمعت حتى الآن 244 أسرة من براداديما وأيروري. وأشار إلى أن القرى التي تجمعت بدأت بتشكيل لجان لتنمية محيطها وقرص الشتول. هذا وقد أوضح السكان تمكنهم من تلقي خدمات التعليم والمياه بفضل التجمع في براداديما. تشهد مديرية العلوى بإقليم شمال البحر الأحمر أعمالا فاعلة للسيطرة على الأمراض المعدية ورفع الوعي بخصوص الإصحاح البيئي الأهلي. وأوضح الممرض محمد أحمد مسؤول الخدمات الصحية في المديرية أن حملات التوعية المكثفة المنتظمة أسهمت في تنفيذ الإصحاح البيئي الأهلي والرعاية الاجتماعية في المديرية. وقد أنجزت تلك المهام في مناطق مرسى فاطمة وألولي وبديدة بشكل جيد. وقال مدير المديرية السيد محمود إبراهيم أن الأعمال المنجزة حتى الآن هي نتاج المبادرة والتنسيق القوي للسكان والشركاء، داعيا إلى رفع مشاركة المواطنين في الحفاظ على المنجزات والمكتسبات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قالت الصين أنها لا تعتزم المشاركة في محادثات ثلاثية بشأن خفض الأسلحة النووية بعد يوم من توجيه واشنطن دعوة لها للانضمام للمحادثات التي ستجرى في موسكو. وأجرت الولايات المتحدة وروسيا جولتين من المحادثات بهدف إزالة سوء التفاهم بشأن قضايا أمنية حساسة منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم إبان الحرب الباردة العام الماضي. ولمحت واشنطن في السابق إلى أنها تعتقد أن بكين بترسانتها النووية المتزايدة يجب أن تنضم إلى المحادثات، غير أن المتحدث باسم الخارجية الصينية كينغ شوانغ اتهم الولايات المتحدة باستخدام المشاركة الصينية كمبرر للتهرب من مسؤوليتها لنزع الأسلحة النووية. وقالت واشنطن أن عدم وجود شفافية حول مخزونات الصين المتزايدة من الأسلحة النووية يشكل تهديدا خطيرا، كما أصر الرئيس دونالد ترامب على ضرورة انضمام الصين إلى أي اتفاق نزع أسلحة جديد. قالت شركة AON للتأمين أن العقد الماضي كان الأسوأ على الإطلاق من حيث الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والتي بلغت 3 تريليونات دولار بزيادة تريليون دولار عن العقد السابق. وذكر تقرير الشركة أن منطقة آسيا والمحيط الهادي كانت الأكثر تضررا في الفترة من العام 2019 إلى العام 2010، حيث شكلت 44% من حجم الخسائر، حيث كانت الزلازل وموجات المد العاتية والأعاصير بين الكوارث التي شهدتها المنطقة. وقالت الشركة أن شدة الظروف المناخية وعدد السكان الكبير في مسار الكوارث وتعطل سلاسل التوريد في ظل عولمة الاقتصاد ساهم في الارتفاع الحاد في الأضرار الاقتصادية. وكان العام الماضي ثاني أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق بالنسبة لدرجات حرارة الأرض والمحيطات، على الرغم من أن الشركة قالت أن الخسائر الاقتصادية والمؤمن عليها كانت أقل من العامين السابقين. بسبب سرعته وقدرته على التحول، دقت السلطات الصينية ناقوس الخطر عقب ارتفاع حصيلة فيروس كورونا الجديد في الصين، التي وصلت إلى 9 وفيات وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد. وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة لي بين خلال مؤتمر صحفي أن الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي يمكن أن يتحول وأن ينتشر بصورة أسرع. وكانت حصيلة سابقة أعلنتها السلطات الصينية أفادت بوفاة 6 أشخاص وإصابة 300 آخرين بالفيروس الجديد المنتمي لسلالة فيروسات كورونا المسببة لمتلازمة سارس التنفسية الحادة. وهذه الفاشية التي امتدت إلى 3 دول آسيوية أخرى ووصلت إلى الولايات المتحدة، حيث سجلت أول إصابة بالمرض، يخشى أن تتحول إلى وباء، لا سيما وأن انتشار الفيروس يتزامن قرب حلول احتفالات رأس السنة الصينية التي تشهد تنقل الملايين. وينتمي الفيروس الجديد إلى سلالة فيروسات كورونا المسببة لمتلازمة سارس بحسب منظمة الصحة العالمية، التي ستعقد اجتماعا طارئا لتحديد ما إذا كان مناسبا إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.